كم مرة قررت تبدأ من جديد؟ قلت خلاص المرة دي هتنظم وقتك، هتذاكر صح وهتغير حياتك، ويعدي يومين وتلاقي نفسك رجعت لنفس الدوامة. صدقني، المشكلة مش فيك، المشكلة إنك ما عندكش النظام الطبيعي تمشي عليه. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، إزاي تنظم يومك حوالين الصلوات بطريقة تخليك تذاكر وتستمتع وتعيش مرتاح. بس قبل أي حاجة، لو بتحب المحتوى اللي بيساعدك تطور نفسك وتنظم حياتك، يبقى ده مكانك الصح. بداية اليوم، علشان تصحى بدري وتبدأ يومك صح، لازم تكون نايم كفاية. حاول تنام على الأقل 8 ساعات، ونام في وقت ثابت كل يوم تقريباً. جسمك محتاج يرتاح علشان تقدر تسحب نشاط وتفكير صافي. وأهم نقطة، أول لما المنبه يرن قوم فوراً، ما تأجلش ولا دقيقة، لأن أول تأجيل صغير ممكن يضيع منك الفجر واليوم كله. افتح النور، خد نفس عميق، واشكر ربنا إنك صحيت ليوم جديد. بعدها خد دش سريع أو اعمل شوية رياضة خفيفة، حتى تمارين تمدد بسيطة، الموضوع هيفوقك جدا. اشرب كوباية مية وافتح الشباك، خد شوية هوا نظيف كده، وحس إنك فعلا بدأت يومك بطاقة جديدة. الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في مودك وتركيزك. وبعدها خلاص، استعد إنك تدخل على أول وأهم محطة في اليوم، الصلاة.